سيرو اكتيف بروتين بيزيد في حالات الالتهابات، واحد من ضمن الاكيوت فيز بروتين. بنشتغله في المعمل باكتر من طريقه، يا اما بتقنيه اللاتكس يا اما بالتربيدومتري اللي هي تقنيه العقاره. النهارده هنتكلم عن تحليل السي ار بي بطريقه اللاتكس. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا ومليانه معلومات. كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده بدون مقدمات طويله. بس قبل اي حاجه، لو انت لسه مشتركتش بالقناه بعد اذنك اعمل سبسكرايب للقناه واعمل لايك على الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن اناليسيس. قبل ما نتكلم عن تحليل السيرو اكتيف بروتين، تعال اقول لك معلومه مهمه جدا. انا عندي 3 طرق بقيس بيهم السي ار بي. اول حاجه الكواليتيتيف، تاني حاجه السيمي كوانتيتيف، تالت حاجه الكوانتيتيف. يا ترى ايه الفرق بين الثلاثه؟ قالك كلمه كواليتيتيف معناها بوزيتيف او نيجاتيف بس، يعني موجود ولا مش موجود. اما السيمي كوانتيتيف معناها بوزيتيف زائد التتر، يعني بوزيتيف زائد 6 بوزيتيف 12 بوزيتيف 24 وهكذا. الكوانتيتيف معناها ان انا هطلع رقم زي 7 7 1 من 10 8 8 ونص وهكذا. طب مين الادق في الثلاثه؟ قالك بص يا سيدي، السيمي كوانتيتيف ادق من الكواليتيتيف، والكوانتيتيف ادق من السيمي كوانتيتيف ومن الكواليتيتيف. حلو الكلام جدا. طيب احنا دلوقتي هقول لك معلومه تانية. اللاتكس، تحاليل اللاتكس اللي بنشتغلها يعني ايه؟ قالك بص الموضوع سهل جدا. انا عندي حاجه اسمها انتيجين وحاجه اسمها انتي بودي، الاتنين بيمسكوا مع بعض ويديني انتيجين انتي بودي كومبلكس. حلو الكلام جدا. احنا خدنا الفكره دي واخترعنا كده تحاليل السيرولوجي. جميل. طيب نكمل مع بعض. قبل ما نتكلم عن ازاي نشتغل تحليل السيرو اكتيف بروتين، عاوزك تركز في الكام معلومه دول. اولا البري اناليتيك ستيب، ما قبل اجراء التحليل. لازم تكون عارف ان العينه بتاعتي سيرم، المريض مش لازم يكون صايم. يعني ايه كلمه سيرم؟ يعني انت هتجيب عينه دم تحطها على بلين تيوب وتسيبها يحصل لها كومبليتلي كلوتنج، بعد كده هتعمل لها سنترفيوج وبعد كده تاخد السيرم تشتغل بيه. ما ينفعش تشتغل بلازما لان البلازما not suitable for this test. جميل جدا. سحبت العينة ومش هتقدر تشتغلها عندك في المعمل دلوقتي، تعمل ايه؟ قالك هتاخد الابندورف اللي انت فصلت فيه السيرم وتحطه في درجة حرارة منخفضة. كل ما قلل درجة الحرارة كل ما زادت مدة حفظها، وده بيسمى السبيسمين ستابيليتي. حلو الكلام جدا. يعني لو انت حطيتها في درجة حرارة من 2 ل 8 العينة تقدر تشتغلها خلال 24 ساعة. طلعت الرياجنت بتاعك من التلاجة وفصلت السيرم وخليتهم ياخدوا درجة حرارة الغرفة. هنبدأ نشتغل تحليل السي ار بي. طب ازاي؟ قالك بص يا سيدي، هنبدأ الخطوة الأولى وهي الكواليتيتيف اللي هي بوزيتيف أو نيجاتيف، موجود أو مش موجود. هتجيب الشيت بتاع السي ار بي وتحط عليه 50 مايكرون من السيرم على 50 مايكرون من الرياجنت الخاص بالسي ار بي، وتعمل ميكس كويس وتقعد تقلب لمدة دقيقتين. لو ظهر عندك اجلوتينيشن يبقى العينه بوزيتيف زي ما في الصوره قدامك، ولو ظهر عندك مفيش اي تلزن نو اجلوتينيشن يبقى العينه عندي نيجاتيف. في حاله العينه البوزيتيف هنبدا ندخل على الخطوه الثانيه وهي السيمي كوانتيتيف.
بعد ما شفنا الفيديو اللي بيبين الكواليتيتيف ميثود اللي هي بوزيتيف او نيجاتيف بس، هنبدأ نتكلم دلوقتي في حالة الكواليتيتيف كان بوزيتيف. هنتكلم عن السيمي كوانتيتيف، ازاي نطلع التتر. هنعمل سيريال ديليوشن ازاي؟ هنجيب 4 انابيب ونحط في ال4 انابيب 100 مايكرون من النورمال سلاين، ونكون مرقمين ال4 انابيب 1 2 3 4. هنيجي في الانبوبة الاولى وناخد 100 مايكرون من السيرم ونحطها على ال 100 مايكرون من النورمال سلاين ونعمل ميكس كويس. هناخد من الميكس ده 100 مايكرون ونحطها في الانبوبه الثانيه ونعمل ميكس كويس، وبعدين ناخد من الميكس ده 100 مايكرون نحطها في الثالثه، وبعد كده نعمل ميكس كويس وهكذا ونشيل لحد ما نوصل للانبوبه الاخيره. هناخد 100 مايكرون من الميكس ونرميها بره الانبوبه. كده الانبوبه الاولى هتبقى تتر 1 ل2 والنتيجه هتبقى عندي بوزيتيف 12. الانبوبه الثانيه تتر 1 ل4 بوزيتيف 24، والانبوبه الثالثه تتر 1 ل 8 بوزيتيف 48، والانبوبه الرابعه تتر 1 ل 16 بوزيتيف 96. وبعد كده هنعيد الخطوه بتاعه الكواليتيتيف مره ثانيه من الانابيب. بعد ما شفنا الفيديو الخاص بالسيريال ديليوشن يلا بينا نكمل. بس استنوا، ده انا نسيت اقول لكم معلومه مهمه جدا. انت لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه ولايك على الفيديو وشيرته؟ لا، انت كده فايتك كتير. بعد اذنك اعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي اشتغلنا العينات عندنا وعملنا التخفيفات وطلع بوزيتيف في الانبوبه الثانيه، يعني تتر 1 ل4. ازاي اطلع النتيجه عندي؟ قال لك الموضوع سهل جدا. في ايكويشن عندي بيقول لك السي ار بي بيساوي الاس في الدي. الاس وهي السنسيتيفيتي اوف ذا ايجنت اللي هي بتساوي 6، والدي الهاي دايليوشن اوف سيروم شوينج اجلوتينيشن اللي هي الانبوبه رقم 4. فتيجي تحسب السي ار بي بيساوي 6 في 4 هتساوي 24،
وبكده احنا بنطلع النتيجة بتاعتنا السيمي كوانتيتيف. النسبة الطبيعية للسي ار بي من 6 ل 8 مللي جرام بير لتر. دي كانت حلقة النهاردة في ازاي تشتغل تحليل السير اكتيف بروتين جوه المعمل. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.